يحول الشمس لكهرباء، واختراع هيدخل كل بيت في مصر، وبذكائه هزم 97 دولة وكسب أكبر جايزة على مستوى العالم. مصطفى السيد شاب بسيط من محافظة بني سويف قدر يوصل للعالمية باختراع الطاقة الضوئية. بس ايه حكاية اختراعه ده؟ وايه اللي بيميزه عن الألواح الشمسية العادية؟ وازاي وصل للعالمية؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. شباب مصر دايما بيفاجئونا بفكرهم اللي بيفوق أي حد، والدليل على كده اللي عمله المهندس مصطفى السيد، شاب مصري من قرية قنبش الحمراء في بني سويف. مصطفى بدأ حلمه من مكان بسيط جدا ووصل بيه للعالمية، وشارك في أكبر مسابقة متخصصة في مجال الطاقة على مستوى العالم واللي اتعملت في كوريا الجنوبية. وكان المصري والعربي والإفريقي الوحيد اللي تم قبوله وسط شركات عملاقة من كل دول العالم، وبشطارته قدر يتفوق على 97 شركة دولية ويحصل على المركز الثالث عالميا في المشروعات الصناعية، وكمان المركز الأول كأفضل اختراع في مجال الطاقة. وده إنجاز كبير جدا حصل عليه باختراع مصري خالص مسجل ببراءة اختراع محلية ودولية. مصطفى قال إنه شارك في أكبر مسابقة متخصصة في مجال الطاقة على مستوى العالم واللي اتعملت في كوريا الجنوبية، وأكد إنه كان الباحث العربي والإفريقي الوحيد اللي تم قبوله في المسابقة دي وسط عدد كبير جدا من الباحثين والشركات العالمية. وقال إن فوزه بالميدالية البرونزية كثالث أفضل اختراع على مستوى العالم في مجال الطاقة كان تحدي كبير جدا، خصوصا إنه قدر يتفوق على 97 شركة من كبرى شركات العالم، وده كان إنجاز مش سهل خالص. واتكلم عن اختراعه وقال إنه عبارة عن وحدة طاقة متكاملة بتجمع بين الطاقة الضوئية والكهرومغناطيسية والحركية والكهربائية. الجهاز بيعتمد على الضوء، سواء ضوء الشمس أو حتى ضوء لمبة، وده اللي بيميزه عن الخلايا الشمسية العادية لأنه بيشتغل 24 ساعة في اليوم. الخلايا الشمسية في الجهاز جزء متحرك مش ثابت وبيولد طاقة كهرومغناطيسية بتتحول لحركة مستمرة، ومع إضافة جنريتور يتحول الجهاز لوحدة كاملة لتوليد الكهرباء. والأهم إن الجهاز ده بينتج طاقة أعلى بحوالي 30 مرة من الخلايا الشمسية التقليدية بنفس الإمكانيات، وكمان مساحته أقل وتكلفته أوفر. وعلى فكرة الاختراع ده ينفع يتطبق في البيوت والمناطق النائية واستصلاح الأراضي الزراعية والريف المصري والأماكن اللي صعب توصل لها محطات الكهرباء، وده بيخليه حل عملي واقعي لمشكلة الطاقة. بس الموضوع ما كانش سهل زي ما ناس كتير متخيلة، بالعكس مصطفى واجه صعوبات كتير في البداية، أهمها نقص الإمكانيات الصناعية وعدم توفر بعض المكونات، وكمان ضعف التمويل في الأول، لكنه كمل وما استسلمش لحد ما قدر ينفذ النموذج الصناعي للجهاز. وبعد الفوز العالمي بدأ تنفيذ المشروع على أرض الواقع من خلال شركة أوربت للطاقة المتجددة، وحاليا بيتم إنتاج أول محطتين طاقة بالاختراع ده في مصر، واحدة بقدرة 20 كيلو وات والتانية بقدرة 10 كيلو وات، تنفيذ مصري وعلى أرض مصر. وده معناه إن الاختراع مش مجرد فكرة أو جايزة، لكنه خطوة حقيقية لمستقبل طاقة أنظف وأرخص، وقصة نجاح بتأكد إن العقل المصري لسه قادر ينافس العالم ويتفوق عليه. ودلوقتي قول لنا رأيك في اختراع مصطفى.